في هذه المصيبه هذه. خاي فؤاد مغربي بروكسل محدث معنا، راه حنا قدمنا واحد التوضيح للاخ هشام البزاز حتى لا يكون هناك شي خلط. راه يمكن شي واحد كان معنا في المباشر قبيله كيكتب له بالونجلي يمكن عطاه مغالطات. هادشي اللي قالوا لنا دابا في هذا سميتو له. وهذا الاخ هشام راه مرحب بيننا. ايوا كي غنديروا لها دابا كنا في خلات عفاف بنت دوز. دابا غنوليو في نينجا. ايوا هي غتخلطات بكراع كلب، راه تخلطات بكراع. طالبوهم ان يوقفوا هذه المهزله. هاد الشيء مشى وتعدى الحدود بزاف، ولينا كنحشموا. واش ما كانش اللي وقف هاد المهزله؟ ناس جاهلين وصلوا حتى لهاد الشيء. مرة عندها عقوبات حتى المتى كتنتظر استئناف يتنف بها، فما بها الا انها كتشكي وكتزيد وكدير شكايات كيديه. واحد السيد هارب من العداله اللي ولات هو ما فهمتش. حقا كاين حق انه كل مواطن يشكي ولكن ملي كيكون انسان هارب من العداله فار، يعني ما احترمش داك الاحكام اللي سقطات عليه وخرج برا البلاد، هذا الانسان واش ما يعني كاين شي حق؟ كاين شي نصوص قانونيه كتعطيه الحق انه يرفع شكايات؟ ما فهمتش انا هذا الشيء، باش يدخل لي العقل. مازال واحد السجين في مؤسسه عنده الحق. شكرا لك سي هشام. الاقل كيقضي الأحكام. شكرا لك على دعم القناه، شكرا لك اخي، ونحن كل تضامن معك على ما تتعرض له من تنمر وابتزاز والى اخره، وسنبقى مدينين لك بهذا الدعم للقناه. تفضلي. لا اسمحي لي لقاطعتك. معليش اخويا، كنشكروا الاخ هشام البزاز على دعم القناه كذلك. وهذا الشيء اللي كنقول لك، يعني في نظرك واش كتشوف انه عادي انسان ما احترمش الاحكام القضائيه اللي هو حارب من العداله خارج الوطن كيفاش كيرفع شكايات؟ انا هذه ما بغاتش تدخل لي للمخ، ما بغاتش تدخل لي للدماغ ديالي. باي حق عنده او اون بليس بوكاله ديالها البنت؟ هذا الشيء ما وصلنا له، ما يمكنش. ولا هو ديجا حارب من العداله وكيحط شكايات ضد الناس اللي هما مازال في المغرب، مازال في التراب، وكاين اللي محتارمين كيتقدموا. كاين الاخ تحفه، شوف كيجي التقديم كيقطع البيين من امريكا حتى لهنا باش يتقدم، باش يحضر التقديم ديالو. يعني الناس اللي كتحترم القضاء كتحترم المؤسسات والاحكام. كيفاش واحد هارب من العداله وضرب في القضاء؟ وهذا الشيء فيديوهات الان ماشي كنجيبوش مرات، حنا المتابعين كنشوفوا ضرب ما خلى ما دار، وكيقول لك عنده حق يشكي. ما فهمتش انا. بشير اتمنى، وغادي نوضع رقم المداخله، عفوا رقم القناه. كنت وعدتكم قبيله باننا غادي نستقبلوا واحد الضيفه في موضوع مهم، ولكن شاءت الأقدار أننا غادي يتأجل، يمكن إن شاء الله غدا بحول الله، نظرا لعدة ظروف اللي خارجة عن الإرادة ديالنا. نتمنى جاهدين أننا نوصلوا صوتنا وصوت هاد الناس المظلومين والمقهورين، الناس اللي كيهمهم الأمر. المهم اخواني اخواتي، بحال قلت لكم رساله لهشام البزاز. كان معنا قبيله في اللايف اخواني اخواتي هشام البزاز، وطبعا تكرم علينا بدعمه للقناه بالسوبر شات، مشكور من هذه القناه المتواضعه. كان هنا مزيان. بعد ما ساليت اللايف تواصل معايا صديقي واخي فؤاد، قال لي ودي مالك مع سي هشام؟ قلت له شكون هشام؟ قال لي هشام البزاز. قلت له ما بيني وبينه. قال لي راه دخل عندك لا سميتو علو، وقلت له انت غير مرحب بك، ما تدخلش عندي القناه. واش هاد الهضره كانت خوتي خواتاتي؟ هل انا اسأت الى السيد هشام البزاز في مباشري ديال القبيله اللي حضرته له كاملين؟ انا بالعكس رحبت به وطلبت له دعواتكم بالشفاء العاجل والوقوف بجنبه، لأنه إنسان ظلم بمعنى ما في الكلمة من حرف،
ورحبت به بحالو بحال مجموعه ديال الاخوان، وشكرته الدعم ديالو للقناه. قال لي يمكن راه فهموا الهضره غلط، اذا انا طلب مني انني نعطي توضيح الى خرجت في هذا سميتو، وخرجت انا كنوضح لهاد الناس: انت الاخ هشام بزاز، انت مرحب بك في قناتي، وخير دليل انني اعطيتك تكليف اللي هو ذلك التكليف اللي هو ذلك اللون الازرق او بما يسمى بالكلامونير. وانا مره اخرى كنرحب بك، الا كانت الام ديالك في الاستماع ولا كنت في الاستماع ديالنا، مرحبا بك خويا. ورقم المكالمه راه هو، الا بغيتي تتواصل معايا مرحبا بك، لا انت ولا الام ديالك. ليس طمعا في سوبر شات او شيء من هذا القبيل، ولكن لاننا تعاطفنا معك مع القضيه ديالك نظرا للظروف ديالك الصحيه. حنا ماشي ولاد الحرام ولا ولاد الكلاب. لما كنعرفوا على ان واحد الانسان عنده ظروف صحيه يجب احترامها وتقديرها، لان الصحه ما كتعوضش في فلوس الدنيا. اذا فهموه غلط، راه كانوا كيكتبوا ليه بالانجليزيه. ممكن اختي، وتحيه الى كانوا كيكتبوا له بالانجليزيه وفهموه غلط، هو حر. انا تنقدم توضيح في هذا الموضوع، انا كنقدم توضيح في هذا الموضوع، هذا هو الاهم. تنزيد نقول لكم دعواتكم مع هذا السيد هذا بالشفاء العاجل، واللي بغى يكذب عليه كيتحمل مسؤوليته. انا كلامي واضح، اللايف ديالي باقي مسجل ما خرجتش عليه، واحترم هذا السيد. نجاة الخمسي مرحبا بك بيناتنا، لانني دائما تنشوفك معنا. واللي عنده الهاتف ديال الام ولا عنده علاقه مع الام ديال هذا هشام البزاز، ولا اللي عنده علاقه مع هشام البزاز، يتواصل معاه يشرح له هذا الشيء. هذا اللي نقدر نقول لكم. اللي عنده علاقه مع هذه السيده ولا مع هذا السيد، الله يرضي عليكم يتواصل معهم ويشرح لهم هذا الشيء، باش ما يكونوش عطاوهم الخطا ولا عطاوهم الغلط. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. والمباشر راه شاهد عليا. كنتمنى الاخ هشام البزاز يدخل اللايف ويدير له تراديكسيون لونجلي، وغادي يسمع كل شيء ويفهم كل شيء. على واحد كيخرج كيستحمروا الناس، وكما